بقول لكم ايه. هو احنا اخر مره سمعنا عن الفيمينيزم ولا السترونج اندبندنت وومن ولا ضروره تحرير المراه من العنفوان الاسلامي والفكر الرجعي العربي، ولا حركات تحرير المراه، ولا حركات ان الراجل يصاحب ولاده، ولا حركات اللقاحات والتطعيمات والحاجات دي كلها؟ اخر مره سمعنا عن الكلام ده امتى؟ ده بقى لنا زمن يا كينج ما حدش قال الحاجات اللي هي بتتقال على النت دي. وفي حاجه يا كينج ولا ايه؟ لا انا اقول لك، انا بقى لها 6 شهور بالظبط مفيش حد بيتكلم لا عن الفيمينيزم ولا تحرير المراه ولا ان المراه بقى تنزل تشتغل وتحقق ذاتها والسترونج ديبندنت وومن ولا الكلام ده خالص، ولا اي حاجه دخيله على المجتمعات بتاعتنا. عارف ليه؟ لان اللي بيصدروا وبيخططوا لزراعه المعتقدات دي في المجتمعات الاسلاميه والعالميه مشغولين يا عيني، بقالهم 6 شهور لايصين رجلهم مغروزه مش عارفين يعملوا ايه يا حبايبي يا روحي. عشان لما اقول لك قبل كده ان كل حاجه مرتبطه ببعضها، من اول تركيب الست على الراجل مرورا بتحويل الجواز الاسلامي الى جواز كاثوليكي معقد لحد اللي بيحصل في غزه، لان كل اللي بيعمله طرف واحد بس. صح صح يالا، دي تشتغل، دي هي نفسي تشتغل، الحله ده اهي انا نفسي تشتغل. صح صح ياض.